السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نعمل بقى مع بعض النهاردة شوية بانيه فراخ. معانا بقى بصلتين كبار ومعانا طماطمايه. تمام، هنضربهم بقى في الخلاط وننعمهم جامد كده، وبعد كده نصفيهم وناخد المية بتاعتهم. تمام، هنبتدي بقى نضيف البهارات. ادي معانا معلقة توم باودر صغيرة، زعتر مطحون، حبهان وجوز الطيب مطحون، فلفل اسمر، وشوية كركم، وده معلقة كركم صغيرة، ربع المعلقة كمان. هنا بقى انا كان معايا صدرين فراخ. تمام، هنقطعهم بقى كده بالراحة، نخليهم بالراحة كده. هنعصر بقى مع بعض على مية البصل كده نص ليمونة، وبعد كده نبتدي نحط فيها الفراخ بتاعتنا. وطبعا حطينا فيها معلقة ملح صغيرة، تظبطي الملح بتاعك يعني فيها. هنتبل بقى فيها الفراخ على ما نجهز بقية الحاجة. معانا بقى ده البقسماط، هنحط عليه 4 معالق نشا، ومعانا 3 بيضات وشوية الدقيق. زي الفل. هتبتدي بقى تعفري البانيه بتاعك بالدقيق كويس جدا، وتتكي عليه تضغطي عليه وتنفضي، وترجعي تديني دقيق تاني. هنا بقى هنحط على البيض معلقة فلفل اسمر، وهنعصر عليه برضو نص ليمونة. زي الفل. هتشيلي بقى من الدقيق، هتحط في البيض، وبعد كده من البيض على البقسماط، وتضغطي بقى جامد في البقسماط، وتعديها مرتين 3. تمام، تقلبي في القطعة وتضغطي عليها، وهكذا بقى. هنا بنحط من الدقيق على البيض، وبعد كده تدخلي على البقسماط، وهنكمل بقى الكمية بتاعتنا كلها. هتحطي بقى في طبق كده يتشمع الاول، وبعد كده تبتدي تحمري، يعني على ما تعملي كمية كده مع بعضها، وبعدين تبتدي تحمري، يكون اللي بدأتي بيه ابتدى يتشمع ويشرب من التتبيلة بتاعتك. بالظبط كده. معنا بقى هنا زيت غزير. تمام، هنخليه يغلي كويس ونبتدي نحمر فيه. عملنا بقى جنبها شوية مكرونة وشوية سلطة خضراء. تمام، وده اللون بتاعنا الذهبي، ما نزودش عن من كده. ما شاء الله زي الفل. وطبعا كل الولاد بيحبوا البفتيك، البانيه الفراخ. انا هنا بحاول اسمعكم الصوت بتاع القرمشه بتاعته. ومش لازم نشتريه جاي، يعني مش لازم نشتريه جاهز. جايبه فرختين، تاخدي الصدور بتاعتها وتعمليها بانيه. تمام، ونمشي حالنا كده في الايام دي. ربنا يهونها علينا كلنا يا رب. يلا، سهله وبسيطه. السلام عليكم.